طلاب سينيور 3 في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنشتغل مع بعض الاكسبيرمنتال الخامس، وبكده حبيب قلبي نكون وصلنا لنص الاكسبيرمنتالز اللي معانا. ان شاء الله هيتبقى لحضرتك طبعا الخمسه اكسبيرمنتالز هنشتغل فيهم في ليالي الامتحان. هينزل لك فيديو مجمع باذن الله باذن الله باذن الله. ربنا يقدرنا على ده. من اكسبيرمنتال 1 لحد 25 من اكسبيرمنتال 1 لحد الخامس في فيديو في ليالي الامتحان على بعض كده طويل، ممكن تلاقيه 8 9 ساعات ايا كان. ده من ضمن الفيديوهات اللي هتتحط. انا مجرد هحط لك الاكسبيرمنتالز ورا بعض، انت هتفتح السؤال اللي واقف معاك بس. تمام؟ طيب ده بالنسبه للاكسبيرمنتالز الاول خمسه، واخر خمسه هيحصل معاهم نفس السيكونس. تمام؟ طيب طبعا زي ما وعدتك ليالي الامتحان ان شاء الله ان شاء الله نزل لك مراجعه، وهتبتدي مراجعتنا من يوم الكيمستري. طيب تعالى بقى نبدا مع بعض الاكسبيرمنتال ده. بص يا حبيب قلبي، الليفل بتاعهم بدا يهدى شويه. حته ان احنا لقينا ان الليفل غشيم طول الوقت وكده، لا، الليفل بتاع الاسئله في الاكسبيرمنتال الخامس وبعد كده السابع والثامن والتاسع والعاشر هتلاقيهم هدوا شويه، لان ده نفس اللي حصل السنه اللي فاتت. هتلاقي اول 2 3 كده في شوك، اللي هو ايه ده؟ اسئله جديده لانج، بس مش حاجه انت مش واخدها، لا بالعكس، حاجات انت خدتها بس انت محتاج ايه؟ تتدرب عليها. ده بالنسبه لايه؟ للاكسبيرمنتالز. السنه دي من اتقل النماذج اللي هتبقى عندك النموذج السادس. تمام؟ طيب طبعا هتملى البابل شيت زي ما اتفقنا مع بعض. تعالى بقى نبدا مع بعض اول سؤال على خير. اول سؤال بيقول لحضرتك 4 copper wires x y z. جميل. يعني انا عندي x و y و z وهم كابر، يعني الريزستيفيتي بتاعتي ثابته. and w ماشي at the same temperature their length cross sectional areas are listed. عايز ايه؟ which two wires have the ratio between their electric resistance equal to 4:1. طيب تعالى واحده واحده. لو هنبدا نتكلم مع بعض عن x، فكرني كده الريزيستنس كانت بتتفك ايه؟ قال لي يا مستر اي ريزيستنس في الدنيا كانت بتتفك ريزيستيفيتي دوت لينث اوفر اريا. السؤال ده مش صعب خالص، هو بس فيه ايه؟ تريكايه. تعال نفهم ايه التريكايه. فهنا هنسيبها زي ما هي، ريزيستنس ايكوالز ريزيستيفيتي دوت لينث اوفر اريا، ودي اللي هي تعتبر مين؟ قال لي يا مستر تعتبر، افرضها معايا ار واحده. طيب تعالى بقى نتكلم مع بعض على واي. واي يا باشا قال لي مستر الريزيستنس عباره عن ريزيستيفيتي دوت اللينث 2L على الاريا. قال لي جميل قوي. بص بقى يا باشا، 2 في ريزيستيفيتي ال، احنا فرضنا ان ريزيستيفيتي في لينث اوفر اريا بار، يبقى طلع لي 2 بره، بقت 2 من الار. جميل. ده بالنسبه لواي. تعال نتكلم على زد. الريزيستنس عباره عن ريزيستيفيتي دوت اللينث بتاعي بال والاريا ب 2A، يبقى ال على 2A. نفس الكونسبت بقى، انت فهمت خلاص صح؟ هتبقى كلها هترمي ال 1 اوفر 2 بره، يبقى 1 اوفر 2 R. جميل. اخر حاجه ال W يا حبيب قلبي هيبقى الريزيستنس عباره عن ريزيستيفيتي دوت اللينث بتاع حضرتك 2L والاريا 2A سوري، فيبقى على 2A. استنى بقى، ايه يا مستري؟ قول لي يا مستري ال2 راحت مع ال2، فتبقى ريزيستيفيتي دوت لينث اوفر اريا، ده يطلع لحضرتك ايه؟ ار. ده يطلع لحضرتك بالمنظر ده ار. البورد ايه كده؟ ماشي. طيب لو احنا خدنا اكس على زد، اكس على زد ار على نص ار، يطلع لك 2 ار. هو انت عايز الريشيو تطلع كام؟ 4 اوفر 1. اكس على دبليو، اكس على دبليو ار على ار ب 1 اوفر 1. لا، دبليو على اكس واي على دبليو، واي على دبليو، استنى، واي على دبليو 2 ار على ار يطلع لك 2. لا، اخر واحده واي وزد هي دي. تعالى كده، واي هتبقى 2 ديفايدد نص،
اعمل 2 ديفايدد نص، denominator الدينومينيتور يطلع نيومينيتور، تبقى فعلا ريشيو 4 to 1 بتاعت واي وزد مع بعض اللي هو ده وده. طيب فرحنا اخترناها دي واخترناها زي ما اتفقنا مع بعض في البابل شيت الجميله بتاعتنا دي. تمام. ندخل مع بعض على اللي بعده. question 2. The figure represents a part of an electric circuit with 4 resistances R1 R2 R3 R4 and the current intensity I. حلو. يعني انا في I هنا ماشيه، بدل ما تخليها I small خليها I capital، مش هتفرق كتير. طيب which of the following statements is correct؟ طيب the current intensity passing through R1 is equal to اللي passing through R3. R1 الانتنستي اللي ماشيه فيها هنا هتبقى هي R3؟ لا، ده الاي هتدخل هنا على برانش، صح؟ هتتقسم جزء هنا وجزء هنا. بقول لك ايه، احنا اتهرينا. لما الريشيو بتاعتك تبقى 2 to 1 يبقى الكرنت 2 to 1، يبقى هنا 2 over 3 اي وهنا 1 over 3 اي. تحفه. هل الانتنستي هي اكيد لا، الانتنستي اتقسمت، دي داخل فيها الاي توتال انما دي داخل فيها جزء من الاي. طيب the current intensity passing through resistance 2 is 3 times. تعالى بالراحه، مين اللي ماشي في R2؟ قال لي ماشي في R2I، يعني I اهي ريشيو اللي passing through R4 قال لي 1 over 3I. 1 ل 1 over 3 يطلع لحضرتك كام؟ 3 to 1. طيب يبقى فعلا 3 تايمز. قال لي ايوه مظبوط، اجابتي اجابه بي، بدليل ان دي ماشي فيها اي ودي تلت اي، يعني دي تعتبر 3 اضعاف من دي. تمام، فتطلع اجابتي اجابه بي. طيب اخترتها بي هنا واخترتها بي في البابل شيت. خلصنا اول 2 questions. ندخل على 3. بقول لك ايه، 3 ده احنا شفناه قبل كده، والله شفناه حتى بنفس الرسمه، نفس السؤال هو بيعيده. تعال نشوفه تاني. بيقول لك ايه، لو الفولتميتر and 2 switches S1 و S2، عندي 2 switches، جميل، when the 2 switches are close together. دي المفروض خلي بالك مش كوما، دي المفروض ماينس، فهي المفروض هنا VB minus IR وهنا VB minus IR، ماشي، دي مش كوما. طيب تعالى بالراحه، لما تقفل الاتنين سويتشز، تقفل السويتش ده والسويتش ده، ايه اللي يحصل؟ الفولتميتر ده كانه محطوط فوق، وبيقول لك ان الانترنال ريزيستنس مش بزيرو. حلو قوي. فكأن الفولتميتر ده محطوط فوق، هيقرا ايه؟ هيقرا اي في ار. هل عندي اي في ار؟ لا، مش اي في ار انترنال، لا، اي في ار كابيتال. طيب في بي لا، كده قال لي في بي ماينس اي ار، لا، ده هيقرا اي ار، يعني ممكن اقول التوتال ماينس اي ار. هي اجابتي اجابه دي. الفولتميتر ده كانه محطوط فوق عادي، ما فيهوش مشكله. طيب ده كان question 3، طلعت اجابتنا اجابه دي. طيب اخترناها في البابل شيت دي. تعالى بقى ننقل مع بعض على question 4. بسم الله الرحمن الرحيم. question 4 شفنا فكرته برضو مع بعض في الشرح، وعدتها لك اكتر من مره. واخد لي بالك الانترنال ريزيستنس بايه؟ بزيرو. والله نبهت عليه اكتر من مره. دلوقتي بيقول لك هيعمل ايه في الريوستات؟ هيبدا يقلل الار في. استنى حبيب قلبي، مش الار انترنال بزيرو؟ يعني ده هيقرا في بي وده هيقرا في بي. حلو قوي. ده هيفضل يقرا في بي كونستنت عادي، مش هيتغير، صح؟ يعني ايه؟ يعني ال3 فولت بتوع البطاريه دول هيبقوا 3 هنا و3 هنا. خلصت. هل انا غيرت اي حاجه في البرانش ده؟ لا. هل غيرت الريزيستنس دي او غير دي؟ لا. فساعتها هقول ان ساعتها اميتر 2 ده remains constant. دي غلط ودي غلط. انما بقى ده، بص يا حبيب قلبي، لو الريزيستنس قلت هل كده الفي بي هتبقى 3 فولت؟ لا، انا بفرض لك فرضيه، لو انت قلت الريزيستنس مش هتبقى 3، فساعتها هتضطر تعمل ايه؟ قال لي تزود الانتنستي عشان تفضل الفي بي هي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت مثلا هتخلي لي الريزيستنس ب 3 اوم والاي ب 1 امبير، فعملت 3 في 1 طلعت 3 فولتس. طب لو انت قللت الريزيستنس لواحد، الاي اوتوماتيك لازم يحصل لها تزيد 3، لان البرودكت بتاعهم هيفضل ثابت اللي هو الفي بي. فساعتها هختار
الاي increases و A2 remains constant. لو كان في internal resistance كان ساعتها الاي دي تزيد والاي اللي هنا تقل، العكس، عكسها يعني. فكانت ساعتها مثلا دي تزيد ودي تقل، تبقى اجابتي بي. ده لو في ار انترنال، اكتبها لنفسك ان هي كانت تبقى بي لو في ار انترنال. لو في ار انترنال فانت تركز هو مديك الار انترنال برقم ولا لا. تمام؟ طيب تعالى ندخل مع بعض على question 5. كده اخترناها A و A هنا. وخلي بالك question 5 هو بداية أسئلة chapter 2. question 5 طيب بيقول ايه question 5؟ two long straight parallel wires. يعني عندي 2 parallel wires بالمنظر ده. ما قاليش الدايركشن بتاعهم عشان كده ايه رحت ماسح. each carrying a current intensity I. كل واحد فيهم I، وقريت بعدها على طول قال لي in opposite direction. يعني لو ده كده مثلا ده عكسه او العكس عادي. the total magnetic flux density at the midpoint is B. يعني ايه؟ يعني انا عند الميد بوينت هنا الفيلد بتاعتي B. طيب بلاش نكتب الميد بوينت B كده، تعال نعمل حركة احلى. بص كده ميد بوينت يعني ايه؟ يعني هنا distance D مثلا وهنا هيبقى distance D. فانا ساعتها الفيلد كان اسمها B عند الميد بوينت، عند النقطة دي. طيب جميل قوي. if the distance between the two wires is halved. يعني ايه؟ يعني جبت التو وايرز دول برضو بس خليت الديستنس النص. طبعا حاولت ارسمها لك ايه واقعية اكتر. ادي اي وادي اي. ماشي، فانا رسمت الديستنس بقت هنا نص دي وبقت هنا نص دي. طيب بيقول لي ايه بقى؟ in order to keep the total magnetic flux density B. يعني ايه؟ يعني انا عايز اخلي هنا برضو تبقى B. لا يبقى كده الانتنستي اتغيرت، سميها بقى انتنستي 2 الحالة التانية، ودي الانتنستي في الحالة الأولانية. طيب increase the current intensity to 4 times. لا بالراحة بقى مستر، هنشوف هنعمل ايه. أولا احنا هنساوي الاتنين ببعض، فهنقول B1 قد B2. بي الواير كانت بتتفك ايه؟ قال لي ميو اي على 2 باي دي. بس ثانية واحدة، هي الفيلد هنا بلس ولا ماينس ولا مش هم اكتر من واير؟ مستر هنا ان هنا اوت هنا ان هنا اوت. ايوه هم بلس هنا في النص عشان ان وان. فساعتها هعمل ميو اي 1 على 2 باي دي بلس ميو اي 1 برضو على 2 باي دي، لان نفس الانتنستي بس مره هجيبها للسلك اللي على الشمال ومره للسلك اللي على اليمين. equals ميو اي 2 على 2 باي. استنى، هما بلس ولا ماينس؟ هما يا مستر في الاوبوزيت زي ما هما، هو ما غيرش الدايركشن، هو عمال يلعب في في الانتنسيتي وكده، فهي هتبقى بلس على 2 باي. الديستنس بقى كام؟ بقت كام؟ نص دي بلس ميو اي 2 برضو بس السلك اللي على اليمين بقى على 2 باي في نص دي. بجيب الفيلد بالنسبه لكل واحد فيهم. فاي 2 وهي الانتنستي ثابته عشان كده قلت اي 1 واي 1. هو قال لي اي واي فانا فرضتها هنا اي 1 اي 1. طيب ماذا بعد بقى؟ تعالى اللي على اليمين هتاخد الميو اي 1 على 2 باي دي كومن فاكتور، فهيتبقى لك 1 بلس 1 يعني 2 ايكوالز برضو ميو بس المره دي ايه؟ اي 2 على 2 باي دي. هيتبقى لحضرتك ايه؟ 1 على نص بلس 1 على نص. 1 على نص يعني كام؟ 2. 2 بلس 2 4. طيب واحدة واحدة بقى، تعال نشطب كده يلا بينا. ال2 باي دي والميو راحوا مع الميو هنا وال2 باي دي، فاحنا قلنا هنا 1 على نص 2 بلس 2 يبقى 4. طيب يبقى اي 1 في 2 equals اي 2 بس في كام؟ في 4. therefore استنى بقى كده يا مستر، اي 2 مفروض تبقى كام؟ اي 1 ودي دي هناك تبقى 2 over 4 يعني هاف اي 1. يعني انا المفروض امسك اي 2 اخليها نص اي 1. increase لا،
increase لا decrease the current intensity to half its original هي اجابتي اجابه C. طيب فاخترنا اجابه C هنا وسي في البابل شيت. تعالى بقى ل6. 6 برضو من نصيب chapter 2. ها in the shown figure a solenoid connected to a battery of electromotive force VB ماشي في internal resistance بيقول لك it placed in an external field ب 1.5 VB. طيب directed to the right of the page. جميل. when the resistance taken is increased by 1/3 يعني ال R زادت باي 1/3. يعني ايه زادت باي؟ يعني هنا هتبقى عبارة عن ايه؟ R بلس 1/3 R. تبقى 4/3. 4/3 ايوه 4/3. 4/3 R. جميل. ليه؟ قال لي increased by نبهت عليها 6000 مرة 1/3. طيب بالراحة بقى بالراحة خالص. في اكسترنال فيلد يعني براية فيلد زيادة. تعال نجيب فيلد السينيرويد نجيب الدايركشن بتاعها عامل ازاي. فهي طالعة كده طالعة كده طالعة كده 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 ماشي. فكده تبقى هنا النورث وهنا الساوث. يبقى انا بتحرك من الساوث للنورث يبقى ده البي اس. طيب ماشي. هو بيقول لك a magnetic flux density of B is produced and placed in an external field. يعني دي بقى B. يعني انا فعايز احسب السيجما B يعني التوتال فيلد هتبقى عبارة عن ايه؟ واحدة شمال واحدة يمين يبقى البي external minus B سينيلويد. البي external ثابتة هتفضل ب 1.5 مفيش حد هيأثر عليها فدي هتبقى constant. امال اللعب في مين؟ في البي اس. واحدة خالص. هو انت لما تزود الريزيستنس الاي يحصل لها ايه؟ قال يا مستر الاي تقل بس هتقل عكس الريزيستنس يعني هتبقى 3/4 اي. والبي بتاعت السينيلويد هي عبارة عن ايه؟ ميو ان اي اوفر ال اس. therefore البي اس والاي مالهم دايركت. فلو الاي قلت يبقى البي اس تقل. طيب هو بقى عايز ايه؟ بص كده بيقول لك when the resistance كده the flux at point C يعني بيتكلم على مين؟ على الاكسترنال. طب ما البي اس حصل لها ايه؟ قلت يا مستر بالماينس يبقى الاكسترنال حصل لها ايه؟ زادت. تبقى اجابتي اجابه ايه؟ لا تاني نعيد السؤال كده بسرعه. الفكره فين؟ ان انا جبت اول حاجه دايركشن بي السينيلويد طلع عكس الدايركشن للاكسترنال والريزيستنس زادت يبقى الاي قلت يبقى الفيلد بتاعت السينيلويد قلت والاكسترنال هي التوتال هي الماينس. ده ماينس ده فده لو قل بالماينس يبقى ده حصل له ايه؟ زاد. فتبقى اجابتي اجابه ايه؟ increases واختارها increases هنا. وصلنا لسؤال 7. تعال نشوف question 7. طيب جميل question 7 ده. two concentric metallic rings. حلو metallic circular rings. يعني عندي 2 رينجز يعني كل واحده الان بتاعتها بكام؟ ب1. ان كل واحده ب1. طيب ماذا بعد؟ قال يا مستر بص lie in the same plane each carrying current as shown in the figure if the magnetic flux density of the outer is 3 times. استنى بي الاوتر استنى كده بي الاوتر ده اللي هو 2. قال لي يعني ده معناها ان بي 2 هو اللي قال لي 3 من بي 1. عايز ايه بقى؟ then the ratio I2 على I1 is equal to. طيب بالراحه تعال نفك القانون ده بس. ايه ده بس كده مستر بالسهوله دي؟ الكويل يتفك ايه؟ ميو ان اي 1 على 2 في الار. احنا هنتكلم على اي 2 الاول يبقى اي 2 احنا هنتكلم على فيل 2. اي 2 الراديوس بتاعه منين؟ قال لي كل ده الراديوس 2 ار يبقى 2 تايمز 2 ار equals 3 ميو اي 1 طبعا في الان على 2 الراديوس هي الحته دي بس ار. استنى كده الميو طارت مع الميو
ال N ب1 وال N ب1. ال 2R طارت مع ال 2R، يبقى therefore ودي دي هناك I2 هي عبارة عن 2 times 3 6I1. عايز ايه يا مستر؟ عايز I2 على I1. يبقى يا باشا وانت حاطط في بطنك بطيخة صيفي كام على كام؟ 6 على 1. تبقى اجابتي اجابة B. فاخترتها على طول اجابة B. اخترتها في البابل شيت B. تعالى بقى ل8. The two figures بيتكلم على الفورسز. اللينث بتاع ده L واللينث بتاع التاني 2L. جميل، يعني عندي واحد اللينث بتاعه L والتاني اللينث بتاعه 2L. جميل. طيب a DC electric current مشت في كل واحد فيهم، يبقى انا كده بتكلم على فليمنج ليفت لو عايز احدد الدايركشن يعني. طيب عايز ايه بقى؟ والفيلد بتاع ده 3 بي وده بي. عايز ايه بقى؟ الفورسز. طب هي الفورس كانت تتفك ايه يا حبيب قلبي؟ ده سؤال عبيط قوي. عايز F1 على F2 او F1 كام من F2؟ طب تعال F1 على F2 يبقى B1 I1 L1 على B2 I2 L2. طب مستر ما هم placed in a uniform magnetic field. مستر بس هنا ده مايل شويه. ايوه يا حبيبي بس احنا اتفقنا ان الانجل هتبقى ساين 90 برضو. طيب فساعتها هنقول ايه؟ بالساين 90 وهنا برضو ساين 90. ساين 90 اللي هي بكام؟ ب1. طيب البي بقى يا باشا في الفيجر الاولاني تعالى نتكلم يبقى 3 بي اي ال. الفيجر التاني هترمي الاتنين بره يبقى 2 بي اي ال. استنى بقى نشطب. يلا بينا نشطب على باللون ده. ده كده كده ب1 وده ب1 مش فارقين، بي اي ال وبي اي ال. فطلع ان F1 قد ايه؟ قال لي مستر هتروح هناك تبقى 3 على 2 F2. ادور على 3 على 2 F2. اجابتي اجابه C. فاخترت C هنا واخترت C في البابل شيت. طيب تعالى نشوف مع بعض 9. ها two long parallel wires X and Y each is connected to a battery of negligible internal resistance. The mutual force between them is F. طيب انا عندي 2 وايرز. حلو قوي. واير X وواير Y. الاثنين connected to a battery. الميوتشوال فورس ما بينهم هي F. When wire X is replaced by another wire with the same length and radius but has electrical conductivity 5 times that of wire X. يعني ايه؟ conductivity استنى كده. Y هي 5 conductivity X. طيب الفورس حصل لها ايه؟ طيب طبعا في ناس راحت قايله لي F هتفضل زي ما لا طبعا. قال لي الفورس عباره عن ميو I 1 I2 على 2 باي دي في ال. انت ما غيرتش في اي حاجه من دول. ما غيرتش في الميو، ما غيرتش في ال2 باي دي، ما غيرتش في اللينث. انت لعبت غالبا في الانتنسيتي، لان ما دام لعبت في الكوندكتيفيتي يبقى لعبت في الريزيستنس، يبقى لعبت في الانتنسيتي. بالراحه بقى، نتعامل بالراحه خالص. هي الريزيستنس يا حبيب قلبي كانت عباره عن ايه؟ قال لي مستر ريزيستيفيتي دوت لينث اوفر اريا. فانت لو زودت الكوندكتيفيتي ل5 الريزيستيفيتي يحصل لها ايه؟ عكسها، فتقل 1 على 5. يبقى الريزيستنس قلت 1 على 5. يبقى الانتنستي استنى بقى، يبقى انتنستي واي زادت ل5. لا تاني مش فاهم. ما هو الكوندكتيفيتي زادت 5 يبقى الريزيستيفيتي قلت 1 على 5، يبقى الريزيستنس قلت 1 على 5، يبقى الاي زادت 5. الاي دي بس زادت 5 يبقى الفورس بتاعت حضرتك زادت 5 تبقى 5F. ليه؟ لان انت بتقول لي اي 1 اللي هي اي اكس في اي واي. اي اكس مش هيحصل لها حاجه، انت اي واي هي اللي غيرت فيها، فالميوتشوال فورس هتبقى 5F. جميل قوي. اخترت اجابه دي. تعالى ندخل مع بعض على 10. حلو، بذلنا شوط. الاسئله مش صعبه، مش هاي ستاندرد وفيها فكره لا بالعكس لذيذه اهي. A sensitive galvanometer of coils resistance Rg used to measure a current of Ig. ماشي. وconnected ل multiplier whose resistance
can be changed to convert it into voltmeter in each time. The graph shows a relation. VOR يبقى اكيد السلوب بتاع حضرتك ايه؟ اي. ده بيقول لك فولتميتر، هي مش الاي كانت ثابته؟ يبقى اي جي. الاي ثابته عشان هما سيريس، يبقى احسب السلوب. هو عايز ايه بقى؟ ده فاليو اوف اي جي. ايه ده اللي احنا بنجيبه. وخلي بالك الريزيستنس دي هي ريزيستنس توتال، يعني الار ام مع الار جي. دي ريزيستنس الفولتميتر، عايز تسميها ار في ماشي، عايز تقول ار ام بلس ار جي برضه ماشي. فتبقى 125. هتحسب السلوب 125 على 1250. طبعا تطلع لك تقريبا 0.1 امبير. نتاكد دلوقتي، نفس الرقم بس فرق زيرو. هي 0.1 امبير. هي 0.1 امبير. طلعت اجابتنا اجابه ايه. برضو ما كانش صعب خالص خالص. اجابه ايه هنا واجابه ايه برضو في 10. تعال ندخل مع بعض على question 11. طيب question 11 في فكره بس والله برضو مش صعب. تعال نشوف. The figure represents a galvanometer G converted into a meter. If you know that the ال RG ب 18 اوم، دي اكتب عليها 18 اوم. ماشي. Then the ratio between the sensitivity sensitivity في حالة ان انت قفلت before على السنسيتيفيتي في حالة after. طيب واحدة واحدة بقى. before and after closing. before يعني الاتنين مفتوحين، فاحنا هنجيب في كيس 1 زي ما اتفقنا مع بعض بقى. كيسز يا باشا. كيس 1 يلا بينا. هو انت السنسيتيفيتي كنت بتحسبها ازاي؟ تعال نفتكر مع بعض. السنسيتيفيتي يا مستر هي عبارة عن ار اس على ار جي بلس ار اس، او اي جي على الاي يعني. طيب فتعال نتكلم في كيس 1. كيس 1 ده مفتوح وده مفتوح، فساعتها ما عندكش غير الحته دي بس اللي هي ال 18 وال 6 دي الشنط بتاعتك. فساعتها تقول لي يبقى السنسيتيفيتي هنا هي عباره عن 6 اللي هي الشنط ديفايدد 18 بلس 6. احسب يلا بينا. 6 على 18 بلس 6 يطلع لحضرتك 1 over 4. دي السنسيتيفيتي في الحاله الاولى. طيب كيس 2 ده حتى السؤال الكيسز الكيس مش كبيره، لا بالعكس لذيذه. طيب كيس 2 انت حضرتك قفلت ده وقفلت ده، فاصبح كده عندك كام شنط؟ عندك يا مستر لحظه واحده بقى. عندك يا مستر دي باراليل الجلفانوميتر، يبقى 6 و6 و6. الثلاثه دول هم الشنطس بتوعنا، فيبقى 6 و6 و6 باراليل. يبقى الشنط بتاعتك ساعتها تطلع كام؟ ار اس داش. قال لي 6 على 3 يطلع لك 2 اوم، يبقى تقول لي 2 على 18 بلس 2، يعني 2 على 20. 2 على 20 اللي هي 1 على 10. ده ايه ده؟ ده الواحد فايق جدا النهارده. 1 على 10، فتبقى 1 على 4 ديفايدد 1 على 10. احسب يطلع لك 5 على 2. تبقى اجابه حضرتك 5 على 2 اللي هي اجابه بي. برضو ما كانش سؤال صعب، بالعكس فكرته ممكن تكون جديده بس مش صعب. طلعت اجابتنا زي ما قلنا بي. اخترناها بي هنا وبي في البابل شيت. تعال ننقل مع بعض على question 12. تعال نشوف بيقول ايه بقى. question 12 بيقول لي when connecting a moving coil galvanometer حلو to a suitable DC source. جميل. Which of the following choices correctly expresses the change that occurs in both المagnetic torque والتورجن؟ قلنا يا حبيب قلبي من غير اصلا ما اشتغل، التورك بيفضل ماكسيمم والتورك بيبدا يزيد لحد ما يبقى قده عشان يبدا يديفلكت. اول لما التورجن بيبقى قد التورك ساعتها بيبدا الديفليكشن بتاعه. فقال لي مستر التورك بيفضل ثابت انما التورجن بيزيد. تمام؟ طيب فتبقى اجابتنا سي في البابل شيت. ما كانش سؤال صعب خالص، بالعكس ده كان سؤال لذيذ سهل مباشر، المفروض انك عارف المعلومه. طيب دخلنا بقى في اسئله شابتر 3. بيقول لك دلوقتي as shown in the figure induced EMF induced force electromotive force يعني اسمها E is produced in the solenoid and the galvanometer pointer deflects at an angle theta.
جميل. when the galvanometer is replaced by another one with the same scale، ثانية نفس السكيل بس عنده smaller resistance، يعني انت مسكت الريزيستنس بتاعت الجالفانوميتر قللتها. طيب and if the same magnet moves at the same speed، يعني ايه؟ يعني الدلتا فاي على الدلتا تي ثابته، التغير هو تغير الفيلد هو towards the same coil then the induced electromotive force. طيب بالراحه يا حبيب قلبي، الاي ام اف هي عباره عن ايه؟ قال لي نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. حبيب قلبي انت غيرت حاجه في دول؟ لا، دول كونستنت كلهم، يبقى دي هتفضل زي ما هي ايه؟ اي اللي هو كان مديها لك في الاول، يبقى ريمين اي. على فكره شفنا شبه فكره السؤال ده بالملي والله. دلوقتي لما تقلل الريزيستنس، تعالى ديفليكشن الجالفانوميتر يعني هتعتمد على الاي جي. الاي هتبقى عباره عن ايه؟ قال لي اي ام اف، او عامه هتعتمد على الاي بلاش الاي جي، هتبقى الاي ام اف على الار. طيب الار اصلا قلت، الار توتال هي ار جي وار مثلا الكويل اللي عندنا، الار قلت والاي ام اف احنا قلنا مع بعض مالها ثابته كونستنت، فساعتها يبقى الاي حصل لها ايه؟ زادت، يبقى الديفليكشن بتاعنا حصل له ايه؟ زاد، became greater than theta. طيب فتبقى اجابتي اجابه بي واختارها بي. تعالى ندخل على 14. يلا بينا 14. حلو قوي فكره 14. The opposite figure shows a circular coil of one turn. جميل. In the plane of the page, half of the coil lying in a uniform magnetic field directed out of the page. يعني انت عندك كويل بالمنظر ده، الفيلد دايركتد اوت يعني السهم لفوق، فالسهم بيبقى هنا النورث وهنا الساوث. طيب which of the following graphs correctly describes the change in induced current I in the coil with time t؟ طيب براحه بقى يا باشا، واحده واحده. انت في اللقطه الاولى ركز معايا قوي بقى عشان السؤال ده حلو قوي 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 وتريكي، اعمل عليه نجمه ولا حاجه. طيب انت في اللقطه الاولى الكويل هيبقى بالمنظر ده صح؟ اللقطه اللي بعدها قال يا مستر فهنا الفاي ام بتاعتنا هتبقى ده perpendicular maximum، يبقى الاي ام اف، مش احنا قلنا الفاي ام والاي ام اف عكس بعض؟ ليه؟ ما هو يا مستر ما دام الفاي ام ماكسيمم يبقى الدلتا فاي على الدلتا تي التشينج ماله؟ كونستنت، فما دام ده كونستنت يا باشا هل في اندكشن؟ لا، ما هو ما فيش فاريشن. قال لي الاي ام اف زيرو، ده احنا قلناها مع بعض حتى في الدينامو، الفاي ام والاي ام اف عكس بعض، therefore ما فيش اي ام اف ما فيش اندكشن، يبقى الاي انديوسد بكام؟ بزيرو. طيب فانا عايز حاجه الاي باديه بزيرو اصلا، فهستبعد سي وهستبعد بي. تعالى بقى نتكلم على ايه ودي. دلوقتي انت الكويل كان كده هتبدا تلفه كده، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الكويل هيبقى بالمنظر ده والفيلد طالعه بالمنظر ده نورث وساوث. طب ما كده بقت ايه؟ باراليل. قال لي فكده بقت الفاي ام بتاعتي بكام؟ بزيرو، بس الاي ام اف مالها؟ قال لي ماكسيموم. ما هم عكس اعكاس بقى، لو الفاي ام بزيرو يبقى انت عايز تعمل اندكشن كبير. قال لي ده معناها، ركز بقى معايا قوي، قال لي ده معناها ان الاي انديوسد ايه؟ ماكسيموم. حلو، ركز بقى معايا في اللقطه دي. ممكن اسالك سؤال بره السياق شويه، الفاي ام كانت ايه؟ ماكسيمم، بقت زيرو، معنى ان الدلتا فاي تقل، انت كده فورورد ولا باكورد؟ قال لي فورورد. فيعني ايه فورورد يا مستر؟ يعني انا الدلتا فاي بتاعتي قلت. حلو قوي. طيب بالراحه بقى خالص وتعالى نجرب واحده واحده. اللقطه اللي بعدها، اللقطه اللي بعدها يا مستر الكويل هيبقى بالعكس، هيبقى نيجاتيف ماكسيمم، يعني هيبقى الناحيه الثانيه، هيبقى بدل ما هو باصص كده، يعني مثلا دي كده هتبقى الناحيه الثانيه، هتبقى النقطه السوداء اللي انا راسمها دي الناحيه دي، فهيبقى العكس، فهيبقى ده النورث
فوق اهو على راس السهم عشان هو دايركتد اوت. انا عرفت منين ان كده؟ قال لي عشان هو قال لي هو اوت اوف ذا بيج. فين اهو؟ اوت اوف ذا بيج. طيب فساعتها استنى كده، ده الدلتا فاي كانت زيرو بقت نيجاتيف، قلت اكتر، يبقى الدلتا فاي قلت اكتر عشان نزلت للنيجاتيف، فبرضه اصبحت فورورد. قال لي فبقت الفاي ام هنا نيجاتيف ماكسيمم، فالاي ام اف بكام؟ عكسه بقى بزيرو، يبقى الاي بزيرو. قال لي فانا عايز حاجه الاي بزيرو اول حاجه، ماشي، بعدها ماكسيمم، بعد كده زيرو، بعد كده هنزل للنيجاتيف عادي ماكسيمم، تبقى اجابتي اجابه دي. ليه هفضل فوق بس؟ ايه غلط؟ فاخترتها دي. دي هنا ودي هنا. تعالى ننقل اللي بعده برضو 15. كان في فكره 15 برضو كان في فكره. كان 15. ايوه 15. 15 ده حلو قوي 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 قوي، ويصنف من الاسئله التريكي والهاي شويه. بيقول لي the figure that shows the correct direction في ايه وسي. يعني ايه؟ يعني الايات مرسومه، المفروض ان في دايركشن صح ليهم، واضح ان الفيلوسيتي فيهم كلهم ثابته. فتعالى بالراحه. دلوقتي انا عندي كويل بي اهو، المفروض ان كويل بي هتتاكد، كويل بي كل الايات فيه كده اهو، هتتاكد من الدايركشن بتاع A و C باستخدام B. ازاي؟ ما الفيلوسيتي كده، يعني هو بيبعد عن C وبيقرب ل A. تعالى بقى نرسم A و B. A سوري و C و C. طيب صلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا مستر بص يا حبيب قلبي، هو بيقول لك بقى مين فيهم الصح، انا ماليش دعوه بالاجابات، انا هشتغل انا. بص يا حبيب قلبي، ما دام الفيلوسيتي بتقرب، استنى كده بقى، هو ده معنى ان هو كده، ده كده ايه؟ اوت. يعني ايه اوت؟ يعني يا مستر النورث، ركز معايا، معناها انه اوت طالع من الصفحه، يعني النورث اللي هيبان من هنا والساوث اللي هيبان من هنا، صح؟ يعني ايه؟ يعني انا الكويل ده لما هبقى ماسكه كده اهو، ده الكويل ماشي اهو، فالكويل ده بيلف كده اوت، صح؟ فانا هشوفه من الظهر بيلف كلوك وايز، انما من الوش بيلف انتي كلوك وايز. حلو، معنى ان انت بتقرب بي من ايه؟ بتقرب، يبقى باكورد ولا فورورد؟ قال يا مستر يبقى باكورد. فمعنى ان احنا باكورد يبقى ثانيه واحده، لو دي نورث therefore الظهر بتاع الكويل نورث، يعني الكويل اهو قدامي، الظهر من ورا هنا كده نورث، يبقى الوش ايه؟ ساوث. فمعنى ان الوش ساوث يبقى انت هتلف ازاي؟ انا مستر هلف كده كلوك وايز. طب انا استنتجت منين ان هي باكورد؟ قال لي عشان الفيلوسيتي بتقرب، فمعنى ان الكويل بيقرب من الكويل يبقى كده ايه؟ باكورد. وده معناها برضو ان الدلتا فاي بتاعتنا بيحصل لها ايه؟ قال لي بتزيد. طيب بالنسبه بقى الكويل بي وسي، قال لي مستر بي، استنى ركز معايا قوي، بي بيبعد عن سي، يبقى يا مستر هو بيبعد عن سي، يبقى بالنسبه للحته دي كده قال لي مستر هيبقى فورورد. سيبك من السهم، مش مهم السهم. فمعنى ان هي فورورد يعني دي لو ساوث دي هتبقى ايه؟ هبقى عايز اعمل اتراكشن لان الدلتا فاي بيحصل لها ايه؟ بتقل، يبقى هحط هنا ايه؟ نورث، يبقى هلف ايه؟ نورث انتي، يبقى هلف انتي كلوك وايز، يعني هلف بالمنظر ده. طيب دي بتلف كلوك وايز ودي كلوك وايز، لا غلط. دي بتلف انتي ودي انتي، برضو غلط. دي بتلف انتي، لا. دي بتلف كلوك وايز ودي انتي كلوك وايز، هي فيجر 4. فتبقى اجابتي اجابه دي. اخترتها دي هنا واخترتها في البابل شيت بتاعتنا دي. تعالى ننقل مع بعض على 16. واحده واحده. 16 ده فكره سؤال داينامو، هو واضح ان هو في الامتحان ده كان ماسكك عجنك في تشابتر 3 شويه. طيب دلوقتي يا مستر انا بصيت لقيت ان الاي ام اف عند البيك بكام؟ ب 100، يبقى دي مين؟ الاي ام اف ماكسيمم. طب ال 50 دي مين؟ نص الماكسيمم. طيب عايز ايه بقى؟ ده average induced EMF. طيب عايز ال EMF average،
فكرني يا مستر الاي ام اف افريج دي كانت عباره عن ايه؟ ساين سيتا 2 ماينس ساين سيتا 1 على الان في ان اي بي اف. او قلنا مع بعض في السنتر، ما انا ممكن اشيل ان اي بي اف واحط مكانها ايه؟ اي ام اف ماكسيمم اوفر 2 باي. ما هي الاي ام اف ماكسيمم عباره عن ان اي بي 2 باي اف بس، فانا شلتها وهحط مكانها كده. ليه؟ لان انا معايا الاي ام اف ماكسيمم. تعالى بقى للانجلز والشغل. قال لي يا مستر بص، ده مبدئيا ساين كيرف حلو، بس ده هنا لو هتكلم على الانجل، هو انا عشان اوصل لنص الماكسيمم يبقى انا ساين كام؟ ساين كيرف. ليه؟ لانه بادئ من زيرو. طيب الساين مين؟ قال لي ساين 30. تمام، يعني دي المفروض الانجل هنا هتبقى ب 30. ومين الكومبلمنتري ليها بعد نص لفه؟ قال لي يا مستر 150. صح صح، ما انا الكومبلمنتري ليها يعني هعمل 180 ماينس 30 يطلع لي 150. بس الساين دي غير الساين دي. الساين دي يا حبيب قلبي ما بين مين ومين؟ ركز معايا قوي 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 عشان السؤال ده تريكي. الساين دي يا مستر ما بين الساين هنا هتبقى ما بين النورمال والكويل، انما هنا ما بين الكويل والفيلد. فانت هتزود على كل واحده قد ايه زي ما قلنا؟ والله قلناها بلس 90 هنا وبلس 90 هنا. يعني هعمل ساعتها ساين سيتا 2 عباره عن ايه؟ قال لي 150 بلس 90 بلس سوري ماينس سيتا 1 مستر 30 بلس 90 اللي هي 120 على الان. هو لف قد ايه؟ من 30 ل 150 يعني لف 120. 120 على 360 يعني حضرتك هتقول لي 1 على 3. دي الان بتاعتك، يبقى الان 1 على 3 في الاي ام اف ماكسيمم باشا اهي فوق 100 على 2 باي. الانسر بيطلع لك بالنيجاتيف، مش مهم النيجاتيف، بتنجلكت النيجاتيف يعني. فساعتها تقول لي ساين 150 بلس 90 ماينس ساين 120 على 1 على 3 في 100 على 2 تايمز 22 over 7 تطلع لك نيجاتيف 82.66 يعني approximately نيجاتيف 82. فكك من نيجاتيف يعني 82.7 فولتس approximately. فتبقى اجابتي اجابه ايه. طيب فاخترتها ايه هنا واخترتها ايه في البابل شيت. ان 17. يلا بينا 17. دخلنا مع بعض برضو على جزئيه السيلف اندكشن. بيقول لك ايه؟ السيلف اندكشن بتاع اكس كام من واي؟ طيب فكرني، هو السيلف اندكشن وبيقول لك سيم كروس سكشنال اريا. خلي بالك يعني ايه؟ يعني الاريا بتاعت حضرتك كونستنت. طيب السيلف اندكشن كان بيتحسب ازاي؟ قال لي عباره عن ميو ان سكويرد في الاريا اوفر ال. طيب واحده واحده هتقول لي يا مستر يبقى ال اكس على ال واي عباره عن مين؟ ميو دايركت ولا انفرس دايركت؟ يبقى هقول مين؟ ميو اكس على ميو واي، يبقى 10 ميو على الميو الاولانيه، الميو سوري الثانيه بميو تايمز الان سكويرد دايركت عادي. فساعتها هقول الان بتاعت اكس الاول يبقى ان سكويرد على 2 ان سكويرد، يعني اقدر اقول 4 ان سكويرد. ما انا بعمل باور تول كله بقى، مش هنقعد بقى نضيع وقت في الكلام ده. تايمز اللينث. لا يا مستر ده اللينث انفرس يعني العكس، هاخد لينث واي على لينث اكس. مين لينث واي؟ 2 ال على لينث اكس ال. طيب يلا بينا نشطب، يلا بينا. الميو راحت مع الميو، ان سكويرد راحت مع الان سكويرد، ال مع ال. 2 على 4 بهاف، هاف تايمز 10 يبقى ال اكس عباره عن 5 ال واي. فهو بيقول لك السيلف اندكشن في اكس قد ايه بقى؟ هتقول له 5 اكس، 5 تايمز يعني 4 بس. تمام تمام. فاخترتها هنا سي واخترتها هنا سي. 18 اللي بعده. In a non-ideal step down transform. ثانية واحدة. non-ideal يعني الافشنسي مش ب 100%.
او بمعنى اصح مش بواحد، الافشنسي مش بواحد. ستيب داون يعني فولت السكندري، استنى، ستيب داون يعني هصغر صح؟ فولت البرايمري ركز معايا اكبر من فولت السكندري، وان البرايمري اكبر من ان السكندري، واي البرايمري مالها العكس بقى، اصغر من اي السكندري، لان الاي بيحصل لها العكس. فقال لي therefore واحده واحده بقى، هو مديني نمبر اوف تيرنز، مين اللي بيبقى اكبر؟ النمبر اوف برايمري، يعني ان السكندري على ان البرايمري يبقى الصغير على الكبير، يبقى هي بنص. طب لو كنت ان البرايمري على ان السكندري مين اكبر؟ لان برايمري يبقى 2 على 1، كده انت ماشي صح. The current frequency through is twice. لا يا باشا، احنا قلنا الفريكونسي طول عمره في الترانسفورمر كونستنت ما بيتغيرش، فخلي بالك من دي. The current intensity passing through the secondary coil is twice. تعال، مش احنا بنقول مع بعض ان الرول بيقول لك ان السكندري على ان البرايمري هو عباره عن اي البرايمري على اي السكندري؟ يبقى therefore 1 على 2 على اي السكندري، يبقى therefore اي السكندري هي 2 اي البرايمري. هو قال كده، بيقول لك اي السكندري 2 من اي البرايمري هي اجابتي بي. The potential difference between the ends is twice. لا، لان في efficiency، هو non ideal. تمام؟ طيب فتطلع اجابتنا اجابه بي، واختارها بي في البابل شيت. ده كان سؤال 18. تعال ندخل مع بعض على 19. فكرته حلوه قوي بقى. 19 ده من الاسئله الجميله اللذيذه، مش صعب، بالعكس سهل وجميل، بس فكره حلوه وجديده. تعال نشوفها مع بعض. دلوقتي انا عندي الشكل اللي قدامي ده شكل electric motor starts to rotate from a position in which it's placed parallel between two flat magnetic poles so that the coil is connected to a battery. طيب an electric bulb and open switches K1 and K2. Which of the following is true لما K1 and K2 are turned off individually؟ طبعا مش المفروض ان احنا نقول turned off، المفروض ان احنا نقول ايه؟ closed. المفروض ان الكيس بتبقى closed، مفيش حاجه اسمها turned off، بس هو نفس المعنى يعني. طيب بص بقى بالراحه، لما هقفل K1 حبيب قلبي الاي هتطلع من هنا، لما اقفل K1 كده في اي هتدخل للموتور اللي عندك؟ لا، الموتور ده هيعتبر ديد برانش، فالباشا ده مش هيشتغل. تعالى كده، the bulb will turn off، لا the bulb will turn off، لا the motor will stop، هي دي and the elimination of the bulb will increase. معرفش، استنى بقى، the motor will stop and the elimination of the bulb will increase. يبقى هي سي يا دي، استبعدت A و B. تعال نشوف، هو انت مش لما تقفل كده الموتور اتشال من عندك، يبقى ده معناها ان الموتور كان بيسحب من الاي دي؟ لا، بقت بتروح للبلب بس، ففعلا اضاءة البلب هتزيد، دي اللي هي التكملة يعني. طيب ده لو قفلت K1. طب لو قفلت K2 البلب دي يا باشا بقت ديد، لان هي بارلل لسلك سالك. حط لك حته من شابتر 1 مع شابتر 3 على طول في سؤال تحفه، والله سؤال تحفه، فكرته حلوه قوي. طيب انت كده الاي موتور عندك انت دي هتبقى ديد، فاحنا كده كده استبعدنا اصلا A و B. قال لي the motor will stop and the elimination of bulb will increase, the bulb will turn off، هي دي and the motor speed will increase. ايوه، ما هو مش لما البلب تتحرق الانتنستي هتبقى كلها داخله على الموتور، فالانتنستي تزيد لان الريزيستنس قلت، فقال لي الاي موتور هتزيد، يبقى ده معناها ان الفيلوسيتي بتاعته تزيد فيلف اسرع. سؤال بصراحه حلو قوي 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 قوي، وفكرته جميله ولذيذه، ما كانش صعب، بالعكس دي واخترتها دي. تعال ندخل مع بعض على سؤال 20. سؤال 20 بيقول ايه؟ يلا بينا. بيقول لي the figure shows two electric circuits X و Y. In each circuit a capacitor is connected to a battery. The ratio between the charge ده عايز الكيو. والله يا مستر اي كيو في الدنيا هي عباره عن سي في في. ايه ده سؤال عبيط قوي. كيو اكس على كيو واي هي عباره عن السي الاولانيه 3 سي، الفي الاولانيه 2 في، السي الثانيه 2 سي، الفي 3 في. طبعا طلع لي فوق 6 سي في على 6 سي في، الاثنين راحوا مع بعض يبقى ريشيو 1 to 1، تبقى اجابتي اجابه ايه. ما كانش سؤال صعب
خالص خالص خالص. اي كيو في الدنيا يتفك ايه؟ سي في. فايه واخترتها ايه؟ 20. طيب ندخل مع بعض على سؤال 21. يلا بينا. A radio receiver circuit picks up a radio wave. طيب radio receiver circuit يعني ايه؟ يعني انا بريسيف، يبقى انا كده tuning ولا oscillating؟ افتكر معايا احنا قلنا مع بعض الاوسكيليتنج اللي هي كان فيها الكاباسيتور والكويل دي اللي بتبعت، فدي كده تعتبر ايه؟ تعتبر اوسكيليتنج. طيب on increasing the capacitance of the capacitor، طيب بيستقبل frequency F. لما زودت الكاباسيتور بتاعنا للدبل، السي زودتها في الحالة التانية للدبل، فايه اللي حصل؟ The circuit is unable to receive the radio wave. ايه ده؟ يعني نفس الرد، نفس الويف، يبقى عندها نفس الايه؟ نفس الفريكونسي. انا عايز استقبل نفس الويف صح؟ بيقول لك what change done to receive the wave clearly again. انت عايز تعمل نفس الويف، تستلم نفس الويف، يعني عايز تخلي فريكونسي 1 قد فريكونسي 2. طب هي الفريكونسي كان بيتفك عباره عن ايه؟ 1 على روت ال في سي، وفي هنا 2 باي. فانت كده عايز تخلي ال الاولى في سي الاولى هي عباره عن برضو ال2 في سي 2. ليه يا مستر؟ ما انت عايز تطلع نفس الفريكونسي، عشان تطلع نفس الفريكونسي لازم البرودكت بتاع الاثنين دول يبقى هو هو. ال1 بكام؟ مستر بال عادي. C1 سي، L2 معرفش، C2 لا ده دي بقت 2C. استنى كده السؤال خلاص اتحل، السي راحت مع السي، يتبقى حضرتك ركز بقى معايا ان L2 تعمل ايه بقى في الاندكتنس؟ تخليها هافت، يعني تبقى L over 2 decrease the self induction to half its value، فتبقى اجابتي اجابه B. فاخترت B هنا واخترت B كمان في البابل شيت. تعالى ندخل مع بعض على question 22. يلا بينا. 22 two LC oscillating circuits X و Y حلو were adjusted to the same resonance frequency. يعني الفريكونسي الاولاني بتاع X قد الريزونانت فريكونسي التاني بتاع Y. ماذا بعد؟ فكرة السؤال ده حلوة. where the resistance of Y طبعا دي هيبقى عندها RX ودي هيبقى عندها RY. حلو قوي. بيقول لك ايه بقى؟ if the damping of the charge on the plates of the capacitor in X is faster. يعني ايه؟ يعني مش احنا اتفقنا مع بعض ان احنا مع مرور الوقت بسبب ان الاسلاك فيها ريزيستنس فبتسحب من الريزيستنس دي بتسحب قصدي من التشارجز، فبتلاقي التشارجز بيحصل لها زي دامبنج، عمليه دامبنج كنا خدناها بالمنظر ده حتى صح؟ الكيو مع مرور التايم. ايوه يا مستر. فلو الدامبنج في اكس عالي قوي، يعني اكس عمال يسحب تشارجز كتير قوي، يبقى ده معناه ان هو غلس اكتر، يبقى ار اكس اكبر من ار واي. اجابتي اجابه ايه؟ لا تاني، ما هو بص يا حبيب قلبي، انت كل ما الغلاسه تزيد كل ما التشارجز اللي انت عمال تسحبها تكتر، فلما يقول لك واحد اسرع الدامبنج بتاعه اسرع يعني عمال يسحب اكتر، فساعتها يبقى ده غلاسته اكتر، تبقى اجابتي اجابه ايه، فاخترتها برضو ايه في البابل شيت. طيب 23 يلا بينا. دخلنا بقى على اسئله المودرن، ابتدينا مع بعض شابتر 5. بص يا حبيب قلبي من سؤال 23 لحد 32 هتبقى اسئله بدرجه، وهنبدا في جزئيه المودرن. فقريت واحده بيقول لك two glowing bodies X and Y are made of the same material. ماشي، عندهم نفس الكروس سكشنال اريا، temperature X 2000 temperature Y 6000. عايز ايه؟ عايز frequency X على frequency Y. طيب هو كان في عالم اسمه فين قال لك ان التمبريتشر مالها هي والويف لينث انفرس مع الويف لينث، يعني ده معناه الويف لينث مالها مع الفريكونسي انفرس، يبقى التمبريتشر بقى والفريكونسي مالهم دايركت. فانت لو عايز فريكونسي اكس، ده هو اللي طالب، عايز الفريكونسي اكس على فريكونسي واي، يبقى تمبريتشر اكس على تمبريتشر واي. فساعتها تقول لي تمبريتشر اكس اللي هي 2000 temperature y اللي هي 6000، فتبقى عبارة عن 2000 على 6000 1 على 3. 1 على 3 اللي هي إجابتي إجابة
فاخترت إجابة A بالشكل ده، واخترتها هنا A. تمام؟ طيب تعالى ننقل مع بعض على question 24. يلا بينا. In photoelectric cell. حلو. When a yellow light beam of wavelength، دي بص كاتب لك لامدا، هي المفروض مش بالمنظر ده، هي المفروض كده، بس دي غلطة. ماشي. From an electric lamp of power 50 watt، الباور بتاعي 50 watt، falls on a cesium cathode. Photoelectrons are emitted from the cathode surface if the speed of emitted electrons is equal to V. حلو. If the lamp is replaced by another of 100 watt. هو انت مش لما تزود لي الباور الطاقة ده معناها، ركز معايا، هتزود لي الطاقة يبقى عدد الالكترونز يزيد؟ يبقى يا باشا اللمبة كانت 50 بقت 100، يبقى increase to double increase to double. خلي بالك بقى. and a wavelength لندا. ايه ده يا مستر؟ ما الويف لينث فضل زي ما هو، يبقى نفس الانرجي، فمعنى ان هو نفس الانرجي يبقى remains frequency، اللي هي اجابتي اجابة سي. تمام؟ طيب لا تاني يا مستر. بص يا حبيب قلبي، انت الفكرة كلها معتمدة على ان حضرتك تقول لي والله يا مستر معنى ان الباور زاد يبقى الانتنستي بتاعت حضرتك زادت، فده ادى الى ايه؟ عدد الالكترونز زاد، بس انت منزل نفس الفوتون، عنده ويف لينث لندا وفضلت لندا، كانت لندا وفضلت لندا، فساعتها خلاص يا مستر الويف لينث بتاعنا السبيد هتفضل زي ما هي. ليه؟ مش هو الكاينيتيك انرجي يا حبيب قلبي يعتمد على انرجي الفوتون ماينس الورك فانكشن؟ ده كده ثابت لانك ما غيرتش الميديم، وده برضه هيفضل ثابت لانك منزل نفس اللمبه. بس دي كانت فكره السؤال. خلي بالك فكره سؤال حلوه، طلعت اجابتنا اجابه سي. اخترناها سي هنا واخترناها سي في البابل شيت. تعال ننقل مع بعض على سؤال 25. يلا بينا. سؤال 25 بيقول لك two particles x و y. mass of particle x is double particle y. طيب mx هو 2my. عايز ايه بقى؟ and particle y moves at a speed equal 3 times vy هي عبارة عن 3 vx. جميل. بيقول لك عايز ايه بقى؟ if the wavelength associated wavelength x 6 نانومتر. عايز wavelength y بكام؟ طيب بالراحة حبيب قلبي. قول لي يا مستري. بص يا غالي، انت هتقول لي الويف لينث بتاع حضرتك مادام هم particles دي براولي بقى mass times velocity، يبقى therefore لو عايز wavelength x على wavelength y هتقول لي عبارة عن mass y في velocity y، لأن ال h كده ايه؟ رقم ثابت على mass x في velocity x. يلا بينا بالراحة. wavelength x معايا ب6، wavelength y اهو، mass y مش معايا، velocity y ركز قوي وصحصح، velocity y استنى كده يا مستر ب3 vx على mass x 2 mass y في vy في vx. تمام؟ طيب فعملنا كريس كروس فطلع therefore wavelength y هتعمل لي 6 times 2 ب 12 divided 3 4 wavelength y 4 نانومتر، فتبقى 4 نانومتر اللي هي اجابتي اجابه دي. طيب اخترتها دي هنا واخترتها دي هناك. تعال ندخل مع بعض على سؤال 26. تعال نشوف مع بعض فكره 26. فكره السؤال شفناها مع بعض قبل كده، بس مشكله السؤال ان هي طويله شويه. طيب بيقول لك the figure shows a diagram of energy levels of a hydrogen atom excited in the fourth energy level. حلو from the figure. طيب بالراحة بقى، يعني هي المفروض ان الاتوم واقفة فوق في الانرجي ليفل الرابع. طيب the lowest frequency of photons that the atom can emit in this state is in the visible light region. بص يا حبيب قلبي،
اقل فريكونسي يعني هيبقى اقل ايه؟ دلتا اي. طب ما احنا اتفقنا مع بعض احنا كل ما بنطلع لفوق بص الدلتا اي بيحصل لها ايه؟ بتقل. فده هيبقى اقل دلتا اي، فده اقل فريكونسي. فمن 4 ل 3 استنى، ليمن بالمر باشن ده انفراريد يا مستر، مش فيزيبل. فين؟ مش فيزيبل، لا ده انفراريد. طيب سيبك من اللي بعدها، سيبك من اللي بعدها فيها حسابات. تعال نشوف دي. The shortest wavelength، اقل wavelength في الانفراريد ريجن. هو في الاقل wavelength يبقى لازم ايه؟ اكبر دلتا اي. يعني من هنا لهنا، هو انت ده اكبر دلتا اي صح؟ يعني اقل wavelength. طيب هو اللي بيطلع هنا مين؟ ليمن، وليمن ده ايه؟ الترا فايلت، لا مش في الانفراريد. فانا استبعدت ايه ودي وانا مغمض. تمام؟ طيب تعالى بقى بالراحه. The highest frequency of photons، اكبر فريكونسي يبقى اكبر ايه؟ دلتا اي. يعني المفروض من هنا لحد هنا، مش ده اكبر دلتا اي؟ اه، يبقى هيبقى اكبر فريكونسي. تحفه. طيب فهنعمل نيجاتيف 0.85 ماينس نيجاتيف 13.6. بس خلي بالك الكلام ده بالايه؟ بالالكترون فولت. يبقى محتاج تعمله تايمز مين؟ تايمز الاي ايكوالز اتش في فريكونسي. الدلتا اي عباره عن اتش في فريكونسي. يلا بينا يلا بينا بالكالكوليتر. الاي طبعا 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، فتبقى نيجاتيف 0.85. هعمل كل ده تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 ديفايدد ال h، يطلع لحضرتك 3 بوينت. يبقى therefore الفريكونسي عبارة عن 3.07 تايمز 10 باور 15 هرتز. خلي بالك بقى. طيب هل ده اللي قدامنا؟ لا. The shortest wavelength of visible light، يبقى انا لازم ابقى ايه؟ بالمر. عشان يطلع لي اصغر ويف لينث للفيزيبل لايت يبقى لازم يبقى اكبر انرجي. اكبر انرجي هتبقى منين لمنين؟ من هنا لهنا. طب ليه يا مستر قلت من هنا لهنا ما قلتش لتحت؟ عشان هو قال لي ايه؟ فيزيبل لايت. فساعتها هتقول لي يلا بينا نيجاتيف 0.85 بس المره دي ماينس نيجاتيف 3.4. طبعا مش هنسى اعملها تايمز الاي. كل ده ايكوالز اتش سي على لندا. هات لي اللندا بعد اذنك. نيجاتيف 0.85 ماينس نيجاتيف 3.4 عايز اللندا لوحدها يبقى هتعمل 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 تايمز 3 تايمز 10 باور 8 على اللي هيطلع لك من الناحيه الثانيه ديفايدد انسر. يطلع لك 4.87 تايمز 10 باور بالنانو تايمز 10 باور 9 يا عم. يلا بينا. قال لي يبقى 487.13 نانومتر approximately 27. عشان احنا بس ايه عوضنا ممكن عن ال H غلط بس، فتطلع فعلا اجابتي اجابه سي. فهي الاجابه المظبوطه اجابه سي. طيب اخترنا سي هنا واخترنا سي برضو في البابل شيت. تعال ندخل مع بعض على question 27. يلا بينا. 27 بيقول ايه يا ترى؟ بيقول لك دلوقتي المنظر اللي قدامي، استنى، جايب وايت لامب ده كونتينيوس. بس استنى، هيعديه بكونتينر فيه جاز. يبقى ده كده ايه يا باشا؟ ده ابزوربشن. الابزوربشن بيطلع ايه؟ بيطلع الالوان كلها ما عدا الوان معينه. فبقول دارك لاينز على برايت باك جراوند. تبقى اجابتي اجابه بي. 27 ما كانش فيه مشكله. دخلنا مع بعض على 28. يلا بينا بسم الله. بيقول ايه 28؟ ايه ده؟ ده ليزر. بيقول لي دلوقتي لو انا choices correctly expresses the stimulated emission، يعني انت هتعمل ايه؟ هتنزل فوتون. الستيميوليتد ده فكرني كان عباره عن ايه؟ بتنزل فوتون والاتوم فوق. فهستفيد ايه؟ قال يا مستر هنزل فوتون والاتوم فوق، يبقى ساعتها الاتوم دي هتبدا تنزل وتطلع فوتون غير الفوتون ده، يبقوا 2 فوتونز. طيب الفوتون اللي نازل هيبقوا 2 فوتونز كده كده.
الانرجي بتاعته بتبقى ايه؟ الديفرنس ما بين الاثنين انرجي ليفلز E2 E1 يبقى E2 minus E1 بس. فاخترت اجابه بي. برضو يا باشا ما كانش صعب خالص واخترتها في البابل شيت بي. وصلنا لسؤال 29. جميل قوي. نبدا نكسب ثقه كده مع بعض. دي خلي بالك الارقام فيها غلط. تعالى بقى نكتب الارقام الصح مع بعض. 6 اول رقم ده صح 6330 انجستروم. اللي بعده 7500 انجستروم. واللي بعده اخيرا هيبقى 3520 انجستروم. طيب هو طالب ايه يا مستر؟ دي يا باشا حته دربنا عليها مرارا وتكرارا. يجي يقول لحضرتك انت معاك الفيز. كنا بنقول الفيز عباره عن 2 باي اوفر لامدا تايمز الباث. طيب بالراحه بقى كده. الباث ديفرنس استنى كده 1 2 6 6. الفيز 2 باي اوفر 5 equals 2 باي اوفر لامدا تايمز 1 2 6 6. عايز مين؟ عايز اللامدا. فيا باشا 2 باي راحت مع 2 باي يبقى هتودي اللامدا هناك وتودي ده هنا يبقى 1 2 6 6 تايمز 5 يطلع لك 630 اللي هي هتبقى اجابتك اجابه بي. يبقى therefore الويف لينث 6330 انا اسف مش 630. تمام؟ طيب فتبقى اجابتي اجابه بي. يبقى صلحها عندك. يبقى بي هنا وبي في البابل شيت. دخلنا مع بعض على سؤال 30. خلصنا تقريبا كده اسئله الليزر. ندخل بقى اخر سؤال معانا في الليزر. هو احنا عشان نطلع الهيليوم نعمل له اكسايتيشن كنا بنستعمل الهاي دي سي يبقى الكتريك انرجي سي او دي. طب والنيون بتطلع بسبب ايه؟ تصادم غير مرن. كان اسمه ايه بقى تصادم غير مرن؟ ان elastic collision. فتبقى اجابتي اجابه دي. واخترت دي في البابل شيت. خلصنا الحمد لله اول 30 سؤال. فاضل لنا تقريبا بنتكلم في 16 سؤال. تعالى بقى دخلنا في اسئله شابتر 8. هناخد سؤالين في شابتر 8 بعد كده ندخل على الاسئله اللي بدرجتين. بيقول لك دلوقتي مين فيهم هو التروث تيبل عندنا. طيب مبدئيا الشكل ده شكل مين؟ النوت. والشكل ده الاند. وده الاور. فدي برضو الاند. احنا اشكالهم محفوظه اشكالهم ما بتتغيرش. النوت. طيب بالراحه بقى. تعال نجرب كده التروث تيبلز واحده واحده لان هو التروث تيبل انت المفروض هتجرب. فالمفروض اول اختيار هيبقى 0 و0. فالزيرو بتاعت الاكس نزلت راحت هنا والزيرو بتاعت الواي نزلت راحت هنا بقت 1. 1 and 0 يبقى 0. وهنا عندك 0 1 وهنا 0 1 and 0 برضو 0 0 or 0 0. يبقى المفروض 0 و0 الزد يطلع لك 0. استبعدنا A واستبعدنا C. المفروض يا B يا D. طيب نمسح بس تعالى بقى نشتغل واحده واحده. تعالى نكتب الجيتس جواها بقى. استنى كده نكتب دي اند دي نوت دي اور ودي اند ودي نوت. يلا بينا. طيب بالراحه بقى واحده واحده. بص يا مستر خلاص احنا اول واحده دي تمام. تاني واحده ركز معايا ما احنا بقى ناس ناصحه. تاني واحده هي خلاص ما تجربهاش. تالت واحده لا مختلفه. 1 0 هيطلع لي 0. طب هنشوف بقى يا سي صح ولا دي صح. تعال يبقى 1 هنا و0 عند الواي. فالزيرو بتاعت الواي تروح تنزل هنا تبقى 0 يبقى 1 ماشي. وال1 هنا 1 and 1 يبقى 1 كده هتطلع لك 1. يبقى دي الغلط. يبقى اجابتي على طول مين؟ دي. ده كده يا باشا تبقى انت برنس ومعلم. ليه؟ انت استبعدت ليه؟ لان الكولم ده هنا هو الكولم ده يا باشا اهو 0 1 1 خلاص. يبقى ما تجربوش. جرب اللي بعده 1 0 0 بس. طيب فتبقى اجابتي اجابه دي واختارها في البابل شيت دي. تعال ندخل مع بعض على سؤال 32. يلا بينا. بسم الله. بيقول لك the figure shows two different crystals P and Q. one of them
pure semiconductor and the other crystal from a metallic conductor. يعني ده metal وده سيمي كوندكتور. والله السؤال ده حلينا فكرته اكتر من مره. طيب which of the following actions causes the reading of a meter to return to the original case؟ بالراحه بقى. دلوقتي انت زودت الار في، فلما تزود الار في في حاله السيمي كوندكتور، استنى بقى، انت عايز the ammeter reading decreases، يبقى الاميتر هيقل. جميل. هو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يخلي الريدنج بتاع الاميتر ريتيرن للاوريجينال كيس. طيب يعني هو مثلا كان 1 كان 2، فهو قل بقى 1. طيب انت عايزه يرجع تاني، يبقى انت كده محتاجه يعمل ايه؟ يزيد. فيبقى احنا عشان نرجع الاميتر تاني يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ نزود قيمته عشان نرجعه. يعني هو كان 2 قل، انت عايز ترجعه تاني للي كان فيه، يبقى تزوده. فانت عشان تزوده هتعمل ايه هنا؟ تزود التمبريتشر. ليه؟ كونسنتريشن الالكترونز هيزيد، وده اللي انا عايزه. فيبقى increase the temperature for P، increase the temperature for decrease لا. يبقى انا كده استبعدت دول. طيب بالنسبه للتانيه بقى، ده ميتال يا باشا، هتعمل ايه؟ قال لي مستر هبدا امسك التمبريتشر واقللها، لان انا لما هقللها الغلاسه بتاعتي الريزيستنس هيحصل لها ايه؟ هتقل. فلما الريزيستنس تقل يبقى ده معناها ان انا الاي بتاعتي زادت. يبقى اجابتي اجابه ايه؟ increases temperature و decreases. طيب يلا بينا بقى يا باشا، تعالى ندخل على الاسئله اللي بدرجتين 33. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. The figure shows an electric circuit containing a battery consisting of a battery of electromotive force 4 volts and an internal resistance of 0.35 ohm. حلو. Connected to a fixed resistance R and the metal wire XY اللينث بتاعه كده، يعني اقدر اقول 0.9 مترز. ماشي. cross sectional area كده، الاريا معرفش اعمل ايه بالاريا، بس هو اداني الاريا بتاعته. ماشي. if the reading of voltmeter is 3.3، حبيب قلبي ده معناه ان في ريزيستنس هنا وفي ريزيستنس عند السلك ده. السلك ده كله كده فيه ريزيستنس، سمي الريزيستنس دي مثلا ريزيستنس اكس واي، ريزيستنس السلك. الفولتميتر ده بيقرا 3.3 فولت. هو ده معناها ايه؟ 3.3 دي هي فولت مين وفولت مين؟ فولت ده وفولت ده. طيب هو بيقول لك اصلا البوتنشال ديفرنس ب 1.8 بتاع الحته دي. طيب انت ممكن تقول لي 3.3 ماينس 1.8 جبت فولت دي، بس مش هستفيد حاجه. تعالى نفتكر مع بعض، مش الفولتميتر محطوط فوق الباتري؟ يبقى هيقرا ايه؟ في بي ماينس اي ار. طيب 3.3 ايكوالز الفي بي بتاعتنا بكام بعد اذنك؟ 4 ماينس الاي في 0.35 اوم. therefore الاي، يلا بينا بالراحه بقى، يلا بينا. 0.3 الفا ايكوال 4 ماينس اكس في 0.35. شفت سولف يطلع لك ب 2 امبير. يبقى انا جبت الاي ب 2 امبير. تعالى بقى نشوف هنكمل ازاي واحده واحده. فده معناه ان الانتنسيتي اللي ماشيه عندنا في السيركت بكام؟ ب 2 امبير. جميل قوي. هو عايز ايه بقى؟ the value of the equivalent resistance الار توتال. طب مستر ما انا كده معايا كل حاجه صح؟ مش الفي بي عباره عن الاي بي في الار داش بلس ار؟ ايوه. طيب الفي بي بكام؟ قال لي باربعه. الاي بي بكام؟ مستر الاي بي احنا جبناها اهو ب 2 امبير. الار داش بكام؟ ما هو دي اللي هو عايزها، هو عايز الايكويفالنت التوتال كله بلس الانترنال 0.35. صح كده؟ هات لي الار داش يا باشا. 4 divided 2 ب 2 minus 0.35 يطلع لك 1.65. باشا ده مفيش غير اجابه واحده اللي تنفع. ايه؟ ايوه ما انت مشيت صح. هي ايه؟ بي غلط، سي غلط، دي غلط. تعال نكملها بقى. عايز ايه معلش يا مستر؟ عايز الكوندكتيفيتي.
عايز الكوندكتيفيتي، يعني انا محتاج يبقى معايا الريزيستنس، ولو عايز كوندكتيفيتي الحته دي يبقى لازم يبقى معايا ريزيستنس مين؟ السلك نفسه. لا سؤال يستاهل الدرجتين بصراحه، ربنا يستاهل الدرجتين. طيب بالراحه بقى. بص يا مستر، كوندكتيفيتي كانت عباره عن، افتكر بقى معايا، لينث الواير على ريزيستنس تايمز الاريا. ماشي؟ طيب جميل قوي. لينث الواير معايا ب 0.9. الاريا معايا 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 8. الريزيستنس معايا لا يا مستر، ما هي ب 1.65 دي الريزيستنس بتاعت ده وده، انا هاخد الجزء ده بس، لان انا بجيب الكوندكتيفيتي بتاع الجزء ده، انا مش بجيب الكوندكتيفيتي بتاعت السيركت كلها. فساعتها انا محتاج اجيب ريزيستنس اكس واي. اعمل ايه يا ابن الحلال؟ مش انا معايا ان دي الفولت بتاع الحته دي ب 1.8، يعني الريزيستنس اكس واي عباره عن ال 1.8 على الكرنت اللي ماشي فيها ب 0.9 اوم. يبقى ساعتها هقول 0.9. يبقى ساعتها نعوض الكلام ده على الكالكوليتر، يعني 1 على 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 8 يطلع لحضرتك 33.33 تايمز 10 باور 6 اوم نيجاتيف 1 متر نيجاتيف 1. سؤال بصراحة ربنا تحفة، فيطلع اجابتنا اجابة ايه. تمام كده يا باشا؟ تمام يا مستر، اتعشت. فطلعت ايه؟ اخترناها ايه هنا وايه في البابل شيت. طيب دخلنا مع بعض على سؤال 34. يلا بينا. 34. Using the given data on the electric circuit in the figure, when switch K1 is closed, only the potential difference between points B and D is equal to. طيب لما هقفل K1 بس، فتعالى بقى كده انا قفلت K1 بس. فلما اقفل K1 بس، ركز معايا بقى قوي في اللقطة دي. لما تقفل K1 بس يا مستر، يعني K2 ده مفتوح، يعني كل ده مش موجود، يعني السيركت بتاعتك هي الحتة دي بس اهي، دي السيركت بتاعتك، سيركت كاملة. فتقول لي ساعتها يا مستر الاي احسبها عن طريق 10 التوتال بوتنشال ديفرنس اللي هو ال 10 بس على 8 و 12 مع بعض 20، تطلع لك كام؟ 1 over 2 امبير. طيب انت عايز ايه بقى يا مستر؟ عايز البوتنشال ديفرنس ما بين بي ودي. بي ودي يعني من هنا لحد هنا. تعمل ايه؟ تستعين بكيرشوف. الاي يا مستر المفروض ده البوزيتيف ده النيجاتيف، ده النيجاتيف ده البوزيتيف، وبعد كده هنا ده البوزيتيف ده النيجاتيف. فتقول لي ساعتها ايه يا مستر؟ يبقى عندي 8 في 1 over 5 1 over 2 سوري minus 10. فانت عايز البوتنشال ديفرنس من اول بي لحد الدي. تمام، وعملنا بقى البولاريتي زي ما قلنا. طيب يبقى 8 minus 10، 8 في نص minus 10 equals potential difference BD. طيب 8 في half يطلع لك 4 سوري 4 minus 10 يبقى potential difference البي دي هو نيجاتيف 6، يعني قول 6 فولتس. طيب فتبقى دي صح ودي صح، دي غلط ودي بره. طيب لما تقفل K2 بس عايز ايه؟ potential difference دي الاف. طيب انت لما قفلت K2 بس، استنى كده، هل اللي بره ده معاك؟ لا، انت بقت السيركت بتاعتك هي الجزء ده بس، سيركت الحته دي كلوزد بس. طيب يلا بينا. قفلت K2. البطاريتين دول، استنى خلاص بقى احنا استنتجنا الاي اهي والاي التانية اهي، الاتنين بيعملوا ايه؟ الاتنين اي ماشيين في نفس الدايركشن، يبقى الاتنين احسبهم ازاي؟ قال لي سيجما في بي. قال لي مستر هعملهم بلس ليه؟ مفيش حد بيشحن التاني، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. قال لي فساعتها هقول 10 بلس 12 مجموع الاتنين يبقى 22 فولتس. يبقى الاي ساعتها عباره عن ال 22 ديفايدد الريزيستنس توتال بتاعتنا هي 3 و8 بس، اللي بره مش معانا ديد، فساعتها هقول 11 يطلع لحضرتك 2 امبير. جميل جميل.
عايز ايه بقى انا؟ عايز البوتنشال ديفرنس ما بين دي واف. فين دي واف؟ اهو دي لحد اف. ممكن امشيها كده وممكن امشيها كده، اللي انت عايزه. فتعالى نقول ده البوزيتيف، ايوه ده النيجاتيف، وده البوزيتيف ده النيجاتيف. طيب وده النيجاتيف ده البوزيتيف. فساعتها ما عنديش غير 8 في الاي اللي ماشيه طبعا هتبقى 2 ماينس ال 10، وخلاص كده انا وصلت من الدي لحد الاف. يبقى هي دي potential difference الدي اف. ف 16 ماينس 10 يطلع لحضرتك كام؟ 6 فولت. فتبقى potential difference الدي اف 6 فولت. تبقى اجابتي اجابه سوري تبقى اجابتي اجابه سي. طيب فاخترتها سي. واحد ممكن من ضغط التصوير وضغط الامتحانات اللي بيحلها لك خد باله بس ان دي 6 و6، بس هي دي 6 و16، فهي فعلا هتبقى 6 سي وسي زي ما طلعنا. طيب دخلنا مع بعض على سؤال 35. تعال نشوف مع بعض 35 بيقول ايه. An ohmmeter، حلو. chapter 2 devices contains a galvanometer that measures a maximum current of Ig. حلو. if you know that its pointer deflects at 3/4. جميل. هعمل ايه يا مستر؟ شقلب، بقت 4/3 minus 1، يبقى الار اكس ساعتها هي 1/3 من الار او. من قبل ما اكمل تعال نكمل بقى. is connected، ده سماها ار. طيب ماشي، يعني دي اسمها ار، يعني اسمها ار. ماشي، ده ار اكس يعني. طيب which of the following represents the current passing through the circuit when another additional resistance of R is connected in parallel with the previous external resistance. يعني انت عملت ايه؟ زودت resistance كمان عليها. فساعتها انت عملت ايه؟ زودت ال R external، بقت عبارة عن ان انت زودت resistance in a parallel. يعني بدل ما كانت resistance هنا بس بقوا ايه؟ 2 resistances in parallel بالمنظر ده. طيب لما يبقوا 2 in parallel يبقى ده معناها ايه؟ نص ار. طيب جميل قوي. ماشي. والار عندنا بكام؟ انا مستر هشيلها واحط مكانها نص في شيل الار تلت ار او. يطلع لحضرتك ان الار اكسترنال الجديده بتاعت حضرتك كام؟ 1/6 ار او. تروح تدور عليها؟ لا، لسه في خطوه كمان. مش احنا كنا بنعمل هنا شقلب ماينس 1؟ هنا هتعمل ايه؟ بلس 1 وبعد كده شقلب. فلما تزود على دي 1 هتبقى 7/6، تشقلب تبقى 6/7، فتبقى اجابتك اجابه سي. تمام كده؟ طيب ده كان فكره السؤال. سؤال ما يستاهلش الدرجتين قوي يعني، كان سهل، ما كانش فيه مشكله خالص. تعودنا على الفكره دي واتدربنا عليها في الامتحانات لما كنا بنحلها في السنتر مع بعض. Two coaxial sinoids coils، ماشي، wound around an iron core. يعني ايه تو coaxial؟ احنا خدناها مع بعض ان انت يبقى عندك 2 سينيلويد بالمنظر ده مش دبليو واندد سينيلويد، ها، والاتنين على نفس يعتبر الاكسس. طيب have the same length، عندهم نفس اللينث، يعني اللينث constant. number of turns of each is 200 and each of them with an area كده. طيب ال n ب 200 والاريا ب 4 سنتيمتر سكوير، يعني 4 times 10 power negative 4 meter square. if the current in one of them changes at a rate كده، الدلتا I على الدلتا T ماشي عبارة عن ايه؟ 25 امبير بير سكند. طيب an induced electromotive force كده، ال EMF كانت 2 volts. عايز ايه يا باشا؟ the length of one of the coils is. عارف الموضوع معتمد على ايه؟ رولين في بعض، تدخل رولين في بعض، ادي صعوبة الامتحان. تعال بص، مش احنا كنا بنقول مع بعض ان ال EMF عبارة عن نيجاتيف M دلتا I على دلتا T؟ يا مستر. therefore انت معاك دي ب 2 نيجاتيف M دلتا I على دلتا T. طيب الدلتا I على الدلتا T معاك بكام؟ ب 25.
therefore جبت الميوتشوال اندكتنس 2 على 25 كانت تقريبا 0.08 صح كده؟ 0.08 2 على 25 0.08 هنري. حلو قوي. والميوتشوال اندكتنس ده بيتفك ايه بقى؟ ميو ان برايمري ان سكندري على لينث في الاريا، وقلنا اللينث مع بعض يبقى لينث مين؟ البرايمري. طيب واحده واحده، عايز ايه يا مستر؟ قول لي. بص يا حبيب قلبي، يبقى 0.08 equals الميو هو مغيرها، خلي بالك بيقول لك كام؟ بيقول لك 2 times 10 باور نيجاتيف 3 في ان في ان، كل ان بكام؟ ب 200، قال لك الاثنين قد بعض، على اللينث في الاريا. الاريا عند حضرتك ب 4 times 10 باور نيجاتيف 4. خلصت يا باشا. فtherefore ال البرايمري هيبقى عباره عن 2 times 10 باور نيجاتيف 3 times، هتودي دي هناك وتطلع دي فوق، 200 times 200 على 0.08 times 4 times 10 باور نيجاتيف 4، تطلع لحضرتك 0.4 مترز. فتبقى اجابتي 0.4 مترز اللي هي اجابه بي. ما كانش سؤال صعب، بالعكس كان فكرته سهله وجميله ولذيذه. اخترت بي هنا ورحت اخترتها في البابل شيت بي. ننقل مع بعض على 37، نشوف 37 بيقول ايه. طيب 37 فكرته حلوه قوي 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 قوي، فحط لي عندها كده كذا ستار. The figure shows a frictionless U-shaped metal frame of negligible resistance connected to an electric lamp of resistance كده. اللمبة دي الريزيستنس بتاعتها 3 اوم. ماشي، ايه تاني؟ باتري 3 فولت. اوكي. and of negligible internal resistance، ما عندهاش resistance الباتري. طيب if the conductor of 40 سنتيمتر long، يعني length ب 0.4 meters، ده اللينث بتاعه، هذا resistance of 1 ohm. ماشي، السلك ده عنده resistance 1 ohm moves at constant velocity كده، معايا velocity in the direction shown in a uniform magnetic field of flux density كده. It is noticed that the consumed electric power by the lamp is كده. عايز ايه بقى؟ then the value of B. مستر هو انا مش لو جبت الباور هنا بالوات، مش لو انا معايا الباور ومعايا الريزيستنس ممكن اجيب مين؟ الانتنستي. قال يا مستر الباور عباره عن I سكويرد تايمز R. الباور بكام؟ 1.92. الاي معرفش، سكويرد تايمز ريزيستنس. مستر اخد الريزيستنس واستنصح واخدها ب 4 اوم؟ لا، ده هي الباور عند الحته دي بس، يبقى 3 اوم بس. therefore الاي بكام؟ يلا بينا. تطلع لك 0.8 امبير. فخلاص جبنا مع بعض ان الاي ب 0.8 امبير. ندخل للقطه اللي بعدها. دلوقتي يا مستر المفروض ان الاي هتطلع من هنا، هتبدا تمشي وتبدا تمشي في السلك ده بالمنظر ده. دي الاي. المفروض بقى نشوف السلك بفليمنج رايت، فالمفروض اهي ادي الفيلد كده، الفيلوسيتي كده. ايه ده؟ ده الاي انديوسد طلعت في نفس الدايركشن، صح؟ يعني ده معناها ان انا السيجما فولت. يعني ايه سيجما فولت؟ يعني توتال فولتج اللي عندي كام فولت؟ عندي فولتين، فولت الباتري والفولت بتاع الاي ام اف. طب باشا، ما هو الاي ام اف، افهم بقى عشان اللقطه دي مهمه. الاي ام اف يا باشا، ما هما الاثنين مع بعض في نفس الدايركشن، عشان كده قلنا بلس. طيب الفي بي بكام؟ ب 3. الاي ام اف معرفش. سيجما في احسبها ازاي؟ قال يا مستر ايه الهبل ده؟ سيجما الفي يا مستر ما هي الاي في الار توتال. طيب الاي بكام؟ ب 0.8. الار توتال بكام؟ ب 4. طيب نطلع الكالكوليتر الجميل بتاعنا. طب ليه يا مستر الريزيستنس ب 4؟ ما هي 3 اوم وال1 اوم، 3 بعد كده 1. السؤال خلي بالك تريكي بس مش صعب. يطلع لك في الاخر ان الاي ام اف ودي بقى بالماينس ب 0.2 فولتس.
فتقول لي ان الاي ام اف دي عباره عن ايه؟ بلف. طيب فساعتها تعمل لي 0.2 ديفايدد اللينث ب 0.4 تايمز 2، يطلع لك البي في الاخر بكام؟ ب 0.25. صراحة سؤال فكرته حلوة، فتبقى اجابتي اجابة بي. طيب لو كان بقى البطارية معكوسة كنت عملت ماينس. طيب جميل قوي، ده كان سؤال 37. تعال ندخل مع بعض على سؤال 38. اخترتها في البابل شيت بي، دخلنا مع بعض على 38. طيب 38. The electric circuit is an RLC circuit. جميل. Components are connected in series to an alternating current source with frequency F. طيب when the switch is closed. لما السويتش is closed، طيب the total voltage leads the current by an angle 45. طيب ما احنا بنقول ان tan ثيتا يعني tan 45 هو عبارة عن ايه؟ XL. استنى كده، انا لما هقفل الكي، تعالى بالراحة. كي مين اللي قفل؟ switch is closed. closed. تعال نكتب closed. والله هو لو closed فالكاباستور ده هيبقى ايه؟ dead. فساعتها الانجل هتبقى بكام؟ ب 45. يعني هتقول لي tan 45 هي عبارة عن ايه؟ XL على R. فده انشأ ايه؟ ان الاكس ال مالها 1045 ب1 قد الار. طيب and when the switch is open the total voltage lags by an angle of 45. لما السويتش هفتحه، استنى كده. طيب the capacitive reactance of the capacitor is equal. لما فتحته opened، فساعتها هتقولي بص يا مستر، فقال لي لما كانت opened هي lags بتتأخر، يعني tan نيجاتيف 45 هي عبارة عن ايه؟ XL minus XC over R. تقريبا انت لقطت الفكرة خلاص. دي بكام دي؟ بنيجاتيف 1. يبقى ساعتها نيجاتيف R equals XL minus XC. ال XL اصلا عندنا بايه؟ بR، يبقى R minus XC. دي تروح هناك تبقى نيجاتيف 2، يطلع لي ان ال XC مالها ب 2R لما النيجاتيف تروح مع النيجاتيف. يبقى اجابتي اجابة سي. ما كانش سؤال صعب، فكرته حلوة وجميلة، فإجابتي سي هنا وفي البابل شيت سي. 39. يلا بينا 39. بسم الله. بيقول ايه بقى 39؟ In two circuits 1 and 2 each an ohmic resistance and a pure inductor separately connected to an AC power source with a constant maximum voltage when the frequency of the source is increased in both circuits. لما تزود الفريكونسي في الحالتين the value of the current passing in each circuit. طيب واحدة واحدة. هو انت لما تزود الفريكونسي هنا، هل ده هيأثر على الريزيستنس؟ لا يا مستر مش هيأثر على الريزيستنس. طيب فانا كده استفدت ايه؟ استفدت ان الريزيستنس هتفضل ثابتة، فالاي ثابتة، يبقى الاي هنا constant. يبقى تاني ليه؟ انت لما تزود الفريكونسي الريزيستنس هتفضل ثابته، الريزيستنس ما بتتاثرش بالفريكونسي. انما هنا انت عندك الاكس ال ماله دايركت مع الفريكونسي، مش الاكس ال ده عباره عن 2 باي اف ال. فلما الفريكونسي تزيد يبقى الاكس ال هيحصل له ايه؟ هيزيد. فمعنى ان الاكس ال هيزيد، فمعنى ان الفريكونسي هتزيد يبقى الاكس ال هتزيد. فقال لي فساعتها هقول the value of the current لما الاكس ال تزيد يبقى ده معناها الغلاسه زادت، يبقى الاي قلت. فالاي في الحاله دي قلت، يبقى remains constant و decreases. كده خلصنا سؤال 39 بي واختار 2 بي هنا. تعال ندخل مع بعض على سؤال 40. سؤال 40 بيقول لحضرتك in an RLC circuit its components are connected in series. حلو. resistance كده then the impedance of the circuit will face difference between الفولتج. عايز السيتا من الاخر. طيب الامبيدنس يا حبيب قلبي ما دام هي RLC التلاتة مع بعض، فقلنا بنحسبها عن طريق ايه؟
ار سكويرد بلس اكس ال ماينس اكس سي، كل ده ايه؟ باور 2. طيب بالراحه، سكوير روت ار سكويرد، بيقول لك ان الار قد الاكس ال، يعني هتشيل الاكس ال وتحط مكانها ار، وان الاتنين اكس سي هم قرايا، يبقى الاكس سي بكام؟ بنص ار، يبقى هنا ماينس نص ار، كل ده باور 2. يطلع لحضرتك كام؟ على الكالكوليتر بقى هتعمل الاتي، سكوير روت 1 بلس 1 ماينس هاف في براكت، كل ده باور 2، يطلع لحضرتك روت 5 اوفر 2 ار، روت 5 اوفر 2 من الار. طيب بالنسبه للانجل هتقول يا مستر يبقى تان سيتا، هتعمل اكس ال ماينس اكس سي، الاكس ال بكام؟ بار، ماينس الاكس سي بار، سوري بنص ار، ديفايدد ار. يعني ايه؟ احنا كنا بنقول مع بعض اكس ال ماينس اكس سي اوفر ار، فساعتها تقول لي يبقى شيفت تان 1 ماينس نص على 1 طبعا، اللي هي تطلع لك السيتا بتاعت حضرتك ب 26.56 ديجري. 26.56 ديجري، يبقى اجابتي اجابه سي. ده كان سؤال 40، برضو ما كانش صعب، بالعكس كان جميل وفكرته سهله، اخترتها سي. دخلنا مع بعض على 41، فاضل لنا اخر 4 اسئله في المقالي، سوري في التشوز، وبعد كده ندخل مع بعض على المقالي. تو فوتونز x و y مالهم؟ if the wavelength of x is lambda والwavelength of y is 1.5 lambda. المومنتم حبيب قلبي، المومنتم هو عباره عن h على لامدا، فده معناها ان المومنتم انفرس مع اللامدا. جميل قوي. فهو عايز مومنتم واي، ثانيه واحده، انفرس مع الويف لينث. فلو هقول ويف لينث واي على ويف لينث اكس، يبقى مومنتم اكس على مومنتم واي. طيب واحده واحده، انا سوري عايز مومنتم واي. مومنتم واي الواحد بدأ ايه يبان عليه اكيد اثار التعب. على ويف لينث واي. طيب يلا بينا. ويف لينث اكس بكام؟ بلندا. ويف لينث واي 1.5 لندا. اللندا طارت مع اللندا، 1 over 1.5 اكتبها على الكالكوليتر تطلع لك 2 over 3. يبقى مومنتم واي هو 2 over 3 من مومنتم اكس، تبقى اجابتي اجابه ايه. اخترتها ايه هنا واخترتها في البابل شيت ايه. اسئله المودرن غالبا يا باشا زي ما احنا عارفين بتطلع سهله. طيب 42، ها تعال نشوف مع بعض 42. In cathode ray tube when the filament becomes hotter، سخنت الفيلمنت، يبقى ده معناها ايه؟ عدد الالكترونز هيزيد. عايز ايه بقى؟ then the brightness of the fluorescent screen. مش انت هتزود عدد الالكترونز، يبقى عدد الالكترونز اللي بتروح على السكرين مالها بتزيد، يبقى ساعتها البرايتنس بتاعي هيبقى increases due to increase in number of emitted electrons. يبقى انت لما سخنت الفيلمنت طلعت لي عدد الكترونز اكتر، فبقيت عدد الالكترونز اللي بتتوزع على السكرين اكتر، فالاضاءه هتبقى احسن، فتبقى اجابتي اجابه ايه. طيب فاخترتها ايه هنا وايه هنا. تعال ندخل مع بعض على 43، يلا بينا. 43 بيقول لحضرتك in coiled tube chapter 6، ماشي، ماذا بعد؟ if the filament current is increased، الانتنسيتي current زادت، فمن الاخر كده اضاءة الاكس راي، الانتنسيتي بتاعت الاكس راي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. طيب and the target is replaced by another with lower atomic number. قلنا مين اللي يعتمد على الاتوميك نمبر؟ الويف لينث لاين بتعتمد على الاتوميك نمبر مالها inverse. فلو الاتوميك نمبر قل يبقى الويف لينث لاين هتزيد. تعال نشوف بقى هو عايز ايه. الانتنسيتي اوف اكس راي قلنا خلاص هتزيد،
طيب wavelength longest wavelength of characteristic spectrum. يعني ايه characteristic spectrum؟ يعني لاين. قال لي يا مستر هتبدأ تزيد هي كمان عشان الاتوميك نمبر هيقل، فتبقى اجابتي اجابة ايه. فاخترتها ايه هنا ورحت اخترتها في البابل شيت ايه. تعالى بقى نشوف مع بعض اخر سؤال في التشوز وهو question 44. In a pure semiconductor crystals بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الهولز او الالكترونز، يعني ده مين كده؟ ال Ni بكده. And the impurity of atoms of pentavalent that are added كده. حلو قوي. ماشي. And impurity of atoms of trivalent are added كده. طيب براحة بقى واحدة واحدة. مبدئيا انت حطيت عدد n اكتر من عدد ال p، يبقى هي مبدئيا n ولا p؟ قال لي مستر ال n مش اكبر من ال p، يبقى therefore هي n type. ايه تاني؟ قال لي يا مستر concentration holes of after completion of doping process. انت حطيت الاتنين، فانت المفروض لما تحط ده وتحط ده مش المفروض هيطلع لك difference بينهم؟ يعني ايه؟ انت حطيت من هنا 5 وحطيت من هنا 3، فساعتها الديفرنس بينهم 2، فده نفس الفكرة. انت هتقول لي هنا يبقى الكونسنتريشن بتاع ال n الديفرنس بينهم 2 minus 1 يطلع لك كام؟ 1 times 10 power 13 سنتيمتر باور نيجاتيف 3. عملت ايه؟ عملت الرقم ده ماينس الرقم ده، فقلت ساعتها يبقى ان اي سكويرد عباره عن الان في البي، معايا كل حاجه اروح اجيب البي. يلا بينا. فساعتها معايا الان اي 1.5 times 10 power times 10 باور 12 all power 2. كتبت نيجاتيف 12 بالغلط يبقى باور 2 answer over 1 times 10 power negative power 13. يطلع لك في الاخر 2.5 times 10 power 11. تبقى اجابتي اجابه دي. تمام؟ ده كان سؤال 44. يبقى كانت الفكره كلها ان انت عملت دوبينج هنا ودوبينج بعدها تاني، فانت عملت ديفرنس ما بين الحالتين. دخلنا مع بعض على الاسئله المقالي. خلينا بس كده ايه مع بعض واحده واحده. طيب 45 يلا بينا ندخل على الأسئلة المقالي. آخر سؤالين معانا في الامتحان اللزوز الجميل ده عشان نبقى خلصنا أول 5 امتحانات في استرشادي السنة دي. A synoloid of number of turns n. حلو، عندي synoloid النمبر of turns بتاعته n. Connected to a battery of electromotive force VB internal resistance كده a direct current of I. ماشي، الI بتاعتنا هنا اسمها I. حلو قوي. producing a magnetic field اسمها B. فنشأ هنا field اسمه B. On adding 1/3 يعني ايه؟ to the number of turns. يعني ال N بدل ما هي N بقت زودت عليها increased by، فتعمل N plus 1/3N، فساعتها تطلع لك 4/3N. جميل جميل. فبيقول لك ايه بقى؟ and connecting the coil after modification to the same battery. calculate. طيب مستر ايه يا حبيبي؟ هو البي كانت عبارة عن ايه؟ بتاعت السينيلويد ميو ان اي اوفر ال صح كده؟ طيب هل انا معايا الميو كده كده ثابتة، الان معايا حصل لها ايه؟ اللينث معايا حصل له ايه؟ لا. الاي لا. طب تعالى بقى ندور واحدة واحدة. فلو هنبدأ ندور ركز معايا بقى قوي 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 في السؤال ده عشان السؤال ده تريكي. هو مش النمبر اوف تيرنز كان ليها قانون تاني اللي هو لينث الواير على 2 باي ار؟ يعني ده معناها ركز بقى معايا في اللي انا هقوله، لو الان حصل لها كده فساعتها اللينث بدل ما كان ال بقى 4/3 ال برضه. مين الخالق الناطق؟ الريزيستنس، زيها زي اللينث 4/3 ار. مين عكس بقى الريزيستنس؟ الاي، هتبقى 3/4 اي. كده احنا جاهزين. هنقول يبقى الفيلد الاولانيه على الفيلد الثانيه عباره عن 3 حاجات. النمبر اوف تيرنز دايركت ولا انفرس؟ الان دايركت، يبقى ساعتها هقول
n على 4 over 3n. تمام؟ طب الاي دايركت ولا انفرس؟ دايركت برضه، يبقى i على 3 over 4i. ال لا مستر، ال انفرس، يبقى هقول 4 over 3 l divided l. استاذنك نشطب، يلا بينا نشطب. ال n راحت مع ال n، i مع ال i، ال l مع ال l. therefore b2 طلعت كام b؟ 1 over 4 over 3 يبقى 3 over 4 times 4 over 3 times 4 over 3. يطلع لك 4 over 3 في الآخر. تجيبها هنا يبقى 3 over 4 من البي. فتبقى دي إجابة السؤال المقالي الأول. طيب ده كان 45 وشفناه مع بعض. يبقى هي كانت الفكرة معتمدة إن أنت تشتغل على number of turns وتشتغل على اللينث والريزيستنس والاي. ننهي مع بعض آخر سؤال معانا النهاردة. طيب in an experiment to carry out a simple electric generator consisting of one turn, طيب rotating at an angular velocity omega between the poles of a U-shaped magnet of magnetic flux B. طيب الفيلد B by using a metal wire. A wire of length L was wound into a square coil. مسكت واير كده خليته على هيئة سكوير. طيب and the maximum induced electromotive force generated was equal to V. ال EMF maximum هنا كانت V. معلش هو قال لي اللينث بتاعه L، يعني هنا L وهنا L لأن ده سكوير. طيب so a wire of length 2L was wound into. طيب نكبرها شوية. جاب واحد تاني 2L، ف 2L هنا و 2L هنا. ماذا بعد؟ was wound into a square rotating at the same angular velocity. يعني هنا لو كانت اوميجا فهنا هتفضل اوميجا. جميل. between the poles of the same magnet calculate the maximum EMF induced in terms of LV. طيب واحدة واحدة. بص يا حبيب قلبي، انت ال EMF maximum عبارة عن ايه؟ عبارة عن نابو. طيب واضح ان الاتنين اتحطوا في نفس الفيلد، فهنا كانت بي وهنا بي. اللعب كله كان على ايه؟ على الاريا. الاي ام اف ماكسيمم في الحاله الاولانيه على الاي ام اف ماكسيمم في الحاله الثانيه هتعتمد على ايه؟ الاريا. عندهم نفس الان، لان هو قال لي 1 تيرن يعني الان ب1 اهو. تعال نشطب الحاجات الكونستنت. البي ثابته والاوميجا ثابته. اللعب كله على الاريا. فهنا الاريا هعملها ايه؟ قال لي لينث سكويرد، انما تحت 2 تايمز 2L، 2L تايمز 2L يبقى 4L سكويرد. فساعتها دي راحت مع دي، هو سمى دي V، يبقى ده معناها ان EMF ماكسيمم في الحالة التانية هو 4V. دي كانت فكرة السؤال. شفت سؤال مقالي بدرجتين تافه جدا، بس هو عشان يشككك بس في ايه؟ في نفسك. كده حبيب قلبي احنا الحمد لله خلصنا مع بعض النماذج الاسترشادية، أول 5 من النماذج الاسترشادية. أتمنى يا رب تكون استفدت، وإن شاء الله أشوفك في النموذج السادس وبقية النماذج على خير اللي هنشوفها مع بعض بقى ليالي الامتحان. اجهز عشان ليالي الامتحان بتاعتنا هتبدأ من أول ما حضرتك تخلص امتحان الكيمستري على خير. إن شاء الله كل الامتحانات الجاية تبقى خير، سواء اللي بره المجموع أو حتى اللي جوه المجموع، سواء العربي او الكيمستري باذن الله اللي هيبقوا عندك جوه المجموعه لحد ما نبدا نشتغل مع بعض. توفيق يا شباب، اشوفكم على خير، قلوب كتير، سلام.